هل كانت هذه اللحظة هي الأصعب في مسيرة المنتخب التونسي؟ صمت ثقيل خيم على الملعب، وجوه حزينة في المدرجات، ولاعبون لم يجدوا الكلمات للتعبير عن خيبة الأمل. بعد الخسارة أمام منتخب هولندا والخروج الرسمي من كأس العالم، خرج المدرب هيرفي رينار ليدلي بتصريحات مؤثرة أثارت جدلا واسعا بين الجماهير. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصل بكل جديد أخبار كرة القدم، ولا تنسى وضع لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، بدا رينار متأثرا بشكل كبير وقال: إن هذه النتيجة مؤلمة للجميع، لأن المنتخب التونسي كان يحلم بالذهاب أبعد في هذه النسخة من المونديال، وأكد أن اللاعبين بذلوا ما في وسعهم، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتيجة النهائية. وقال رينار: لا أستطيع أن ألوم اللاعبين، فهم قاتلوا حتى الدقائق الأخيرة، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا كثيرا أمام منتخب قوي كهولندا. وأضاف أن الفريق كان يأمل في تقديم صورة أفضل وإسعاد الشعب التونسي الذي ساند اللاعبين من البداية إلى النهاية. كما شدد على أن الدعم الجماهيري كان استثنائيا، وأن الجماهير لا تستحق هذا الخروج المبكر. وفي لحظة مؤثرة اعترف رينار بأن المهمة لم تكن سهلة، خاصة أن المجموعة ضمت منتخبات قوية وتمتلك خبرة كبيرة في المنافسات العالمية. وقال: في كأس العالم لا يوجد منتخب ضعيف، وكل خطأ يعاقب عليه الفريق. كما أشار إلى أن هذه التجربة على رغم قسوتها ستكون درسا مهما للكرة التونسية في المستقبل، وأن المنتخب يمتلك مواهب قادرة على العودة بقوة في المنافسات القادمة. ولم يخف رينار شعوره بالحزن الشديد، حيث أكد أنه كان يتمنى مواصلة المشوار وإسعاد الجماهير التونسية، لكن الواقع في كرة القدم يفرض أحيانا نتائج مؤلمة يجب تقبلها والتعلم منها. وتوجه المدرب برسالة إلى اللاعبين، مؤكدا أنهم يجب ألا يفقدوا الثقة في أنفسهم، وأن الإخفاق ليس نهاية الطريق، بل يمكن أن يكون بداية جديدة لبناء منتخب أقوى وأكثر خبرة. وأضاف: أعرف أن الجميع غاضب وحزين اليوم، ولكن الكرة تمنحك دائما فرصة جديدة للنهوض من جديد. تصريحات رينار لم تمر دون تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فبين من رأى أن المدرب تحمل مسؤوليته بشجاعة، وبين من اعتبر أن المنتخب كان قادرا على تقديم أفضل مما قدم، استمر الجدل حول أسباب هذا الإخفاق وما ينتظر الكرة التونسية في المستقبل. ورغم مرارة الخروج، فإن الجماهير التونسية تبقى معروفة بوفائها وحبها لمنتخبها، وربما تكون هذه الخسارة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل وإعادة البناء. والآن، بعد هذه التصريحات المؤثرة والخروج الرسمي من المونديال، من يتحمل المسؤولية الأكبر في رأيكم؟ المدرب أم اللاعبون؟ أم أن قوة المنافسين هي السبب الرئيسي؟